لقاء الأسبوع برنامج أسبوعي يأتيكم عبر بريس 23، يسلط الضوء على كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الأزمة السورية على عتبة عامها السادس، وكان لها تأثيرات سلبية كبيرة على مجمل حياة المواطنين، وما زالت الأزمة الاقتصادية والمعيشية هم كبير يواجه المواطن العادي في عموم سوريا وخصوصا في المناطق الكردية. حول هذا الموضوع نستضيف الصحفي جابر جندو من مدينة عمودة السورية للحديث عن أسباب وسبل الحلول لها. أهلا بك الصحفي جابر جندو على بريس 23. اهلا وسهلا بك استاذ العزيز. بدايه بحب اتشكر بريس 23 للاهتمام وتسليط الضوء على هذا الموضوع اللي بتهم المواطنين في حياتهم اليوميه. هل لك أن تصف لنا الوضع المعيشي والاقتصادي الحالي لوضع منطقة شمال شرق سوريا سيد جندو؟ بالنسبه للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشمال شرق سوريا هي لا تختلف عن بقيه المناطق السوريه الاخرى، فما يعانيه المواطن في القامشلي او في الحسكه من نقص ماده السكر او انقطاع الكهرباء او نقص ماده الخبز هي نفس المعاناة التي يعانيها المواطن في درعا أو في حمص أو في حلب أو في إدلب. فالأزمة تجتاح البلاد عامة وهي في عامها السادس، لكن مع وجود بعض الفروقات من منطقة إلى أخرى نظرا للسلطات أو المجموعات المسلحة التي تسيطر على تلك المنطقة. ما كان يميز منطقتنا بأنها كانت توصف بأنها سلة الغذاء السورية وقادرة على تأمين الاكتفاء الذاتي للمواطنين السوريين عامة. لكن بالرغم من هذا فالأزمة الاقتصادية في تفاقم، والغلاء المعيشي الفاحش التي وصل إلى حد لا يستطيع المواطن تأمين لقمة عيشه اليومية. ومما ساهم أيضا في تفاقم الأزمة الاقتصادية تراجع المردود الزراعي نتيجة انقطاع الكهرباء، انقطاع المحروقات، الحصار المفروض على تلك المنطقة، مما أدى إلى تراجع المواطنين في زراعة الأراضي وهجرتهم إلى الخارج. هذه كلها أسباب أدت إلى تراجع الاقتصاد وتفاقمه، علاوة على الحصار المفروض على المنطقة. برأيك ما هي أسباب ارتفاع أسعار كثير من المواد وخصوصا المواد الغذائية وفقدان بعض المواد من الأسواق؟ طبعا أستاذي، الأسعار عم تختلف من يوم إلى آخر وهي تزداد بشكل جنوني، لا بل نستطيع أن نقول عنه أن يختلف من ساعة إلى أخرى. أي الأسعار صباحا يختلف عن الأسعار مساء. هذه تعود إلى أسباب كثيرة، منها ارتفاع سعر الدولار الذي وصل إلى 423 للدولار الواحد، واحتكار بعض التجار للمواد الغذائية لبيعها بأسعار خيالية، الحصار المفروض على منطقة الجزيرة بشكل عام، وإغلاق الحدود السورية التركية، إغلاق الحدود السورية العراقية. كل هذه الأسباب أدت إلى فقدان بعض المواد كمادة السكر التي فقدت عن مناطق القامشلي والحسكة وراس العين والمالكية وعمودة، وأدى إلى احتكار بعض التجار لمادة السكر الذي بقيت عندهم وبيعها بأسعار خيالية ك1000 ليرة للكيلو الواحد. هذه أسباب أدت إلى أزمة اقتصادية خانقة. سيد جندو، هل للإدارة الذاتية التي تسيطر على المنطقة وللحكومة السورية برنامج أو خطة لوضع حلول لهذه المشكلات والأزمات المعيشية للمواطنين؟ طبعا أستاذي الكريم، بالنسبة للحكومة السورية، الحكومة السورية هي من مصلحتها أن تستمر هذه الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة لكي لا يفكر المواطن بأشياء أخرى، إنما فقط في تأمين لقمة عيشه ولقمة عيش عائلته، وهذه سياسة قديمة وليست جديدة، فلذلك لا تحتاج إلى خطة لتأمين هذه الاحتياجات أو تخطي الأزمة الاقتصادية. أما بالنسبة للإدارة الذاتية التي تسيطر على منطقة الجزيرة عامة،
فهي إدارة جديدة ولا تملك الخبرة الاقتصادية الكافية لتضع خططا جديدة لتحل هذه الأزمة الاقتصادية، ولكن هي تتحمل مسؤولية تأمين المواد الغذائية والمعيشية للمواطنين على اعتبار أنها سلطة قائمة وكما هو معروف أي سلطة تسيطر على منطقة هي المسؤولة عن المواطنين وتأمين الغذاء والدواء والمواد المعيشية الأخرى للمواطنين. سيد جندو، برأيك ما هو الحل؟ والمعلوم أن حدود المناطق الكردية متصلة بالحدود التركية وحدود كردستان العراق، أليس هذا كافيا لتفادي الأزمة المعيشية؟ بالنسبة للحلول للوضع الاقتصادي طبعا لا يمكن حلها بسهولة أو بشكل بسيط، فدائما الأزمة السياسية أو الجانب السياسي تتحكم في الاقتصاد. فهناك كما تعلمون هناك إدارة ذاتية تسيطر على منطقة الجزيرة ومناطق أخرى في سوريا في شمال شرق سوريا، وهذه الإدارة الجانب التركي ليس راضيا عنها، ولذلك تقطع الحدود أو المواد الغذائية عن تلك المناطق. وهناك خلافات بين حكومة إقليم كردستان والإدارة الذاتية، وهذا يؤدي إلى انقطاع الحدود في كثير من الأحيان، مما يؤدي إلى ضعف الحركة التجارية وانقطاع بعض المواد التي يأتي للمنطقة عن طريق إقليم كردستان. لا يمكن حل الوضع الاقتصادي بدون وجود تفاهم سياسي بين حكومة إقليم كردستان والسلطة المسيطرة على منطقة الجزيرة ألا وهي الإدارة الذاتية، أو من الجانب التركي هذه، أو من جانب النظام حتى، لأن هناك جانب النظام أيضا يحاصر المنطقة. فلا يمكن حل الوضع الاقتصادي إلا بوجود تفاهم سياسي. نشكر ضيفنا من مدينة عمودة السورية الصحفي جابر جندو.